يقول: ما نصيحتكم لامرأة كلما تتفكر في الموت كأنها مشلولة من الخوف تفقد أعصابها على وشك الانهيار؟ هذا خوف غير طبيعي، هذا خوف غير طبيعي. وإلا أعظم المتفكرين بالموت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والصالحون، ما عندهم هذا الخوف الذي عند بعضهم. أنا أتعجب من بعضهم دائما يرسم لك قبر، هذا مكان الغني وهذا مكان الفقير. يا أخي القبر ما أنا خايف منه، القبر ما أخاف منه إن شاء الله. خاف إذا كنت على غير طاعة. قال لك القبر أحسن مكان للمؤمن، أحسن مكان، ما أحسن منه إلا الجنة. فاتركوا هذه الأشياء، الله يهديكم. ويرسم لك جنازة وأنت هكذا. يا أخي لا تخوف، المؤمن يمشي الجنازة وهو يقول: قدموني قدموني، ما لكم ما تنظرون إلا إلى جانب وتتركوا الجانب الآخر. فحببوا إلى الناس لقاء الله. فلماذا تخاف هذا الخوف؟ إذا كانت طائعة تفرح، حياه الموت، حياه على طاعة وكتاب وسنة، حياه نلقى الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف: قد نلقى الأحبة محمدا وصحبه، وهم يعلمون أنهم سيموتون. فهذه عندها مرض نفسي، هذه وسواس. إلا الموت ما يصلح الإنسان معه إلى هذا الحال. قد خافه من أهوى أعظم منا وفتفكر فيه، ومع ذلك ما وقع فيهم هذا الحال. تحلل من حق العباد ولا تبالي، وأدى حق الله ولا تبالي. يأتي الآن والله يا أخوة بعض الناس، أنا بحمد الله لي محاضرة بعنوان جماليات عذاب القبر، ولي خطبة في جماليات اليوم الآخر. أحسن يوم عند المسلم يخرج من القبر ويتوجه إلى الحوض يشرب، خلاص لا يعطش بعدها أبدا. شوية وإذا بظل الله، بظل عرش الله يظله، أو يظله الله تحت ظل صدقته، يكرمه الله، شفاعات مكرمات، ينظر إلى الله عز وجل، ميزانه يثقل، يأخذ كتابه بيمينه: ها اقرأوا كتابي. ينادي الناس جميعا: لا تهيبوا علينا بالموت. الموت نخافه إذا كنا قد قصرنا، أما نرجو رحمة الله والله ما نخافه. إلا أن الإنسان قد يخاف الموت من حيث هو خروج الروح من الجسد، وإلا ما بعده للمؤمن خير، وما قبله للمؤمن خير إذا كان على طاعة. لكن هذا الحال أن تصل إلى أنها تتشنج، هذا ما هو طريق السلف. وبعضهم إذا قرأ القرآن كان فيه يصرخ ولا كذا، ما هو من طريق السلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ القرآن كأن في صدره عزيز المرجل، حتى مثل زرار بن أوفى رحمه الله لما قرأ عليه: وإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، وصرخ ومات. هذا ما هو طريقة السلف، يعني أخطأ في هذا، ولعله من شدة ما أراد هذا الأمر، لعله من شدة الفزع. الشاهد يا أخوة الشأن سهل. أطع الله ولا تتهيب لا من موت ولا من غير موت. أطع الله، تب إلى الله في كل ليلة، تب إلى الله في كل يوم، استغفر الله من ذنوبك ومعاصيك، أد حقوق العباد، وقبل ذلك أد حق الله وابشر من الله بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين زهرة الحياة الدنيا، يعني انظر، ما هي قضية أنك تعيش وتتألم، لا، زهرة الحياة الدنيا. ومع ذلك يقول: اللهم الرفيق الأعلى، لأنه رأى الشيء العظيم. فوالله حين ترى ملك الموت، وترى الملائكة الذين يحملون كفن من الجنة وحنوط من الجنة وهذه الأشياء، هل سترضى تعود إلى أبنائك، إلى زوجتك، إلى أرضك، إلى سيارتك؟ لا والله ما ترضى بالدنيا. الدنيا لو يعطوك ما ترضى بها. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. هذا هو اللي يخاف الموت، يعني يخاف القبر. أما الموت الجميع قد قالوا كراهية الموت كلنا يكرهه، لكن لا تتخاف يا أخي، لا تخاف، وتتشنج وتتعب وتمرض وتسقم من أجل شيء الكل قادم عليه، الكل، حتى ملك الموت كما تذكر الروايات في آخر المطاف يموت،
وجبرائيل وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بارك الله فيكم. حببوا القبر إلى الناس، مش الحفرة. الحفرة هذه كل واحد سيبغضها. لماذا الناس يبغضون هذه الحفرة؟ لأنه يظن أنه إذا انتقل فيها سيكون في ذاك المكان الضيق وما سمع من الخطيب إلا وكيف تكون في هذه الحفرة المظلمة وعليك الحجارة وقد تركك الأصحاب والأحباب. ما يدري أنه عند الأصحاب والأحباب يتلقى المؤمنون ويبشرونه بالخير العظيم، ويأتيه عمل الصالح يأنسه، ويلقى من الكرامة ما الله بها عليم. هذه الحفرة تواري فقط، تواري جيفتك. هذه الحفرة فقط، هذه الحفرة تواري جيفتك أيها المسلم. والكافر في أشد منها. لو كان الكافر فقط في هذه الحفرة وظلمة القبر أنه اشتراها بالمال والولد، لكن هو في أشد من هذا الحال. فبارك الله فيكم. غيروا الخطاب في حال ترغيبكم أو ترهيبكم. أما قصة الحنش صاحب دماج كان دائما يخطب واتقوا كذا، انتبهوا الحنش في القبر، ودخلت بنت ما كانت تصلي وقفز عليها الحنش، وذاك ما يحفظون من الدين إلا الحنش، وما كأنه ما يؤمن بالقبر إلا إذا ادوا له تلك القصة، قصة الحنش وقصة الرجل الذي يخرج من قبره والذي يدخل الذي. المهم هذا الرجل ذهبت الليالي والأيام وصار مع الحوثيين، والحوثيين ما يؤمنون بعذاب القبر، فبكر يعطيهم خطبة يقول ما هناك عذاب القبر. واحد قال له وين الحنش؟ يعني الحنش اللي لك تخوفنا منه دهر، وين ذهب؟ فالشاهد أن القبر بالنسبة للمؤمن حياة عظيمة، الحياة البرزخية، وبالنسبة للكافر حياة شديدة. فهذا القبر الذي ترى ما تخاف منه، خاف من عملك السيء وارغب في عملك الصالح، وإلا ما هذه الحجار هي وإنما شرعت لمواراة جيفتك مش لتعذيبك. لو كان هذا الشيء عذاب ما كان مشروع للمسلمين، بل إن الكفار بعضهم يحرقون أصحابهم، وجعل الشريعة في المسلم اللحد لنا والشق لغيرنا وكله جائز. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم لحد عليه، لو كان وضع الحجارة في حد ذاتها عذاب ما يجوز، ولو كان وضع التراب في حد ذاته ما يصلح للمسلم، لكن هذه تواري بها جيفة المسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم والشهداء يعني الأنبياء حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، والشهداء يصلح كذلك كثير منهم على هذا الحال. فالشاهد أننا لا نتهيب من الحفرة، نتهيب من العمل. وإلا هناك قبور في ماليزيا وربما في الصين أكثر، عمارات طويلة من 20 دور 30 دور مقبرة، ويستأجرون لصاحبهم غرفة ومكيفة والأنوار شغالة ليل نهار، وربما في الجحيم، ربما في الجحيم. بارك الله فيكم. هذا هو الشأن.